أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ياريت تبعتوها لنا في التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وإن شاء الله هنلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا مؤمن، عندي 30 سنة، اتربيت في أسرة متماسكة ومتحبة جدا، وكنت الابن الوحيد على 4 بنات، وليا أخت أصغر مني ب3 سنين. وكانت مش بس أختي، دي كانت صديقتي المقربة اللي بحكي لها كل أسراري. وكان ليها صديقة عزيزة جدا وهي بنت ناس جيراننا. كانوا في يوم بيلعبوا مع بعض وجت مقطورة خبطت أختي والبنت دي. أختي الحمد لله طلعت بكسر بسيط في دراعها، إنما البنت دي حالتها كانت خطيرة جدا، وللأسف اضطر الدكاترة إنهم يعملوا بتر في إيدها ورجلها الشمال. كنت بشوفها كل يوم الصبح بتروح مع أختي المدرسة وبتتكعبل في الأجهزة التعويضية اللي بتستعملها، وربنا عوضها في جمالها وأخلاقها وخفة دمها. وكانت كل الناس بتحبها، وكنت بتعامل معاها كأخت ليا. لكن فجأة حسيت بمشاعر ناحيتها مختلفة، بدأت أحبها فعلا. صرحت أختي إني بحب صاحبتها، وتوقعت إن أختي تزعق أو ترفض علشان حتى ظروفها، لكن بالعكس لقيتها سعيدة جدا وقالت لي إنها دايما كانت بتتمنى إني أرتبط بصاحبتها دي. فقلت لها وظروفها الخاصة، قالت لي إحنا كنا سوا يومها وكان ممكن أكون مكانها، وبجد مش هتلاقي أطيب ولا أجمل منها. وبدأت فعلا أفتحها في موضوع حبنا، ولقيتها بتبادلني نفس الشعور، وقلت لها هاجي أتقدم لك. وأول ما فتحت أمي في الموضوع ده صارت عليا ثورة رهيبة، وقالت لي لو آخر واحدة في الدنيا مستحيل تتجوزها، انت ابني الوحيد، ازاي تتجوز البنت دي بظروفها دي؟ للأسف كنت ضعيف جدا قدام أمي، وقلت لحبيبتي آسف مش هقدر أتقدم لك. وبعدها أمي عرضت عليا بنت جميلة جدا، فوافقت عليها اعتقادا مني الخطوبة دي هتنسيني حبيبتي. واختي زعلت مني جدا تضامنا مع صديقتها وقطعتني فترة، وفعلا خطبت. ومنساش أبدا نظرة حبيبتي ليا يوم خطوبتي. حاولت بكل جهدي إني أحب خطيبتي دي وأتفاهم معاها، لكن فشلت فشل ذريع. كنت دايما بقارن بينها وبين حبيبتي، وفسخت الخطوبة عشان مظلمهاش ولا أظلم نفسي. واستجمعت شجاعتي في يوم وقلت لامي مش هتجوز غير فلانه اللي هي صاحبه اختي. فصرخت في وشي وقالت لي والله ما هدخل لك بيت. بس انا اصريت، وبالفعل خطبتها واتجوزنا. وبعد الجواز باسبوع حسيت ان ربنا رزقني بملاك بصراحه مش انسانه. بس للاسف بدات مشاكل من نوع تاني مع امي. كانت بتجرح في مراتي دايما، ولما حد من اخواتي يكون عندي في شقتي وامي معاه، لو واحده قامت تودي طبق ولا تجيب طبق تقوم مزعقه فيها وتقول لها خلي المعاقه دي تقوم تشتغل، مش هي شاطره؟ ورغم كده عمر ما مراتي قالت لي انه ازاي امك تقول لي كده. كانت دايما مبتسمه وهاديه. ولاحظنا بعد فتره من الجواز ان الحمل اتاخر، فبدانا بقى الرحله المعهوده بتاعه الدكاتره، وانتهت للاسف باكتشافي اني مش هقدر اخلف. وبصراحه حسيت بحزن شديد، وعرضت على مراتي ان اطلقها عشان تعيش حياتها وتتجوز واحد تاني علشان تقدر تخلف. فرفضت بعنف شديد وقعدت تعيط، وقالت لي كده هتكون ظلمتني مرتين، الاولانيه لما خطبت واحده غيري، والتانيه لما انت عاوز تطلقني. واكدت لي انها مستحيل تتخلى عني مهما حصل. وفي التوقيت ده بصراحه امي ما كانتش مصدقاني خالص، وكانت معتقده اني بقول كده علشان تبعد بس عن مراتي. للاسف بقى كانت امي كل ما تشوف مراتي تقول لها انت معاقه وكمان ما بتخلفيش. تنصحيني بايه؟ وبخاصه اني ما اقدرش ابص لها لاني ببقى مكسوف من اني مش هقدر احقق لها حلم الامومه، وكمان امي مش رحماها لا في الطلعه ولا في النازله. لصاحب المشكله: ليه مكسوف تبص في وش مراتك؟ وايه ذنبك في الحرمان من الانجاب، سواء ده كان بشكل مؤقت او دايم؟ يعني ده قدر مقدور على من يمتحن به. احساسك بالذنب او الخجل ممكن يكون مفهوم لو انت كنت عارف ده من قبل الجواز وخبيته عليها، او عرفته بعد الجواز وبدأت تبتزها عاطفيا علشان تفضل معاك. انما هي اللي اختارت تتمسك بيك، والحياة اختيارات حرة للانسان. الحياة مش هتتوقف لمجرد اكتشافك عند قدرتك على عدم الإنجاب. بالعكس، زي ما قال الكاتب الحكيم إريك فروم، إن الحياة عملية ميلاد مستمر. فمثلا كل رحلة في حياتك ميلاد جديد ليك. انت اتجوزت اللي بتحبها، ده ميلاد جديد. وإنها اتمسكت بيك، ده ميلاد جديد. وحياتك المستقرة ده ميلاد جديد. وبإذن الله هيجي ميلادات جديدة كتير في حياتك. بالنسبة لوالدتك، أنا متفهمة دوافعها كأم، بس افتكري إن بنتك كانت معاها وكان لا قدر الله ممكن تكون مكانها. كنت ساعتها هتتقبلي ربع اللي بتعمليه ده مع مرات ابنك؟ وبعدين دي أمور مقدرة، ومحدش أبدا يضمن عمره ولا صحته. راجعي نفسك أرجوكي قبل فوات الأوان، وما تنسيش إن من عاب ابتلي ولو بعد حين.